السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا بكم في فيديو جديد، ودائما في سلسلة فيديوهات المتعلقة بتقديم لاعبي المنتخب المغربي خلال المونديال القادم بقطر إن شاء الله. فيديو اليوم سنتحدث عن غانم سيس، عميد أسود الأطلس ولاعب الخبرة والتجربة ضمن العناصر الوطنية، وصمام أمان الدفاع المغربي بامتياز. ولكن الملاحظ خلال المقابلات الأخيرة لسايس سواء مع ناديه بشكتاش التركي أو مع المنتخب، فقد سجل تراجع بين في عطائه، مما يبعث على القلق ونحن مقبلون على مقابلات قوية خلال المونديال. زيد على ذلك تعرض لإصابة أبعدته عن المنافسة قبل العودة مؤخرا، ولكن بمستوى متذبذب. هذا بالإضافة إلى التوظيف المتوقع لغانم سايس في الدفاع، فمن المرجح أن يلعب كمدافع محوري جهة اليمين في حالة لعبها نايف أجرد على الجهة اليسرى، وهذا يعيق خروج الكرة من الدفاع بشكل جيد، على اعتبار أن الرجل اليمنى لغانم ليست بالقوية، بالإضافة إلى مشكل التغطية على مستوى الدفاع. فالكرات خلف ظهر غانم سائس دائما ما تكون خطيرة، وأيضا خسارته مجموعة من الثنائيات، حيث نسبة ربحه للكرة تكون جد ضعيفة خلال المقابلات الأخيرة. ومع ذلك يبقى سايس قطعة أساسية ومعول عليه بالنظر لأقدميته داخل المنتخب ودوره القيادي داخل الملعب وخارجه. نتمنى أن يكون سايس في الموعد خلال المونديال. إذا كان هذا كل ما يتعلق بلاعبنا غانم سايس. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم مع لاعبي المنتخب الوطني المغربي. إلى اللقاء.